ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. آية من الآيات استوقفتني، والآية دي مهمة جدا. هي ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. زمان كانوا بيفهمونا إن المطففين دول هم معناها إن البائع اللي انت بتروح تشتري منه فبيقلل في الميزان وبيوزن لك الميزان بأقل من الوزن بتاعه الحقيقي، فهو ده المطففين اللي ربنا اتكلم عنهم. لكن الموضوع أعم وأشمل من كده، والموضوع دوت بينطبق على كل واحد ما بيديش للناس حقوقها على الوجه الصحيح. يعني مثلا الآية بتنطبق على المدرس اللي بيهمل الطلاب في المدرسة، وبيهتم بالطلاب اللي بيروحوا له في الدروس، أو بيعلم ورق الطلاب بتاعه وبيدخل في ساحة تصحيح الإجابات، بيدي للطلاب دي درجات أعلى من درجاتهم، فبيبخس بتمن أو بيبخس بالناس اللي هي بتذاكر وبتجتهد وبتعمل المجهود عشان تجيب درجات أعلى، وبيساوي اللي هم لا يعملون مع الناس اللي بيعملوا. أو الطبيب اللي بيروح بيهمل الفقراء في المستشفيات وبيهتم بالناس اللي هي بتروح له العيادة وبيهتم بيها أكتر عشان الناس دي بتدفع فلوس أكتر. أو مسؤول التموين مثلا اللي بيصرف للناس حصة التموين، بيصرفهم لناس معينة وبيمنع ناس تانية من هذه الحقوق. أو الموظف في المصلحة الحكومية اللي بيعطل مصالح الناس مقابل إن هم يحصل على ماديات من هذه الناس، يعني رشاوي مثلا أو عمولات. أو كل واحد بياخد مثلا صاحب عمل بيدي لناس معينة حوافز، وناس تانية بتشتغل وبتعمل كل اللي عليها ولا بيترقوا ولا بياخدوا حوافز ولا بيسمعوا، بياخدوا تقدير معنوي أو تقدير مادي. أو المسؤول اللي بيبيع، أو المسؤول اللي بيعين أولاده وقرايبه وبيهتم بالرشاوي وبيعين ناس معينة على حساب ناس تانية، والناس اللي هي تستحق إنها توصل للمكانة دي أو أو تتعين في المكان ده ما بياخدوش حقهم، علشان دوت هنا ابن مسؤول، ابن حد معين صاحب المكان هو بيعين قرايبه. فلازم نهتم بهذه الآية ونركز فيها ونشوف حقوق